ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هحكي لكم حكايه النهارده، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. صاحبه الحكايه بتقول: انا طول عمري عايشه عيشه كويسه ومتعلمه تعليم عالي، ولما خلصت تعليمي اشتغلت في شركه عاليه. وبصراحه عمري ما كنت بفكر في الجواز، كان اخر حاجه كنت ممكن افكر فيها. كل اللي كنت بفكر فيه هو ان اشتغل واعمل لنفسي كيان وأأمن لنفسي عيشة كويسة. وفضلت عايشة كده لغاية لما جالي عريس، وبصراحة أنا ما كنتش أعرفه ولا كان بيني وبينه أي حاجة. ووافقت عليه واتجوزنا جواز صالونات زي ما بيقولوا، وفضلت عايشة معاه. وأنا دلوقتي عندي 39 سنة. فضلت عايشة مع جوزي ده سنين طويلة. كل اللي كان بينا احترام، لأنه هو شخص كويس قوي ومحترم قوي، ويعني له مكانة كبيرة بين الناس، والناس كلها بتحترمه. وهو شغال دكتور في الجامعة، وزي ما قلتلكم كان بيعاملني بكل احترام، وخلفت منه ولد. وكمان بحكم ان احنا يعني اتجوزنا جواز صالونات، مش جواز عن حب ولا حاجة، فما كانش يعني بينا اي كلام كتير ولا مشاعر. وهو كمان كان روتيني قوي، اللي هو من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. ما كانش فيه بينا اي كلام حب ولا مشاعر ولا الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. مش عارفة مش عارفة ده بسبب ان احنا واخدين بعض صالونات مكناش نعرف بعض، ولا هو اصلا طبيعته كده. مش عارفة. كل اللي كان بينا كلام عادي، كلام عادي خالص، زي اي اتنين متجوزين عادي يعني. لغاية من فترة ربنا رزقنا بابننا حسين، وبقينا كل وقتنا وكل حياتنا له، وبقينا بنشتغل علشان نخليه يعيش عيشة كويسة. اي نعم احنا عايشين في شقة كويسة وفي مكان راقي وكويس، بس دايما جوزي كان عنده طموح كبير قوي، وعايز ان هو ما يخليش ابننا محتاج لأي حاجة، ويعيشه احسن عيشة. بس بعد فترة لقيته بيقولي ان هو قرر ان هو يسيب الشغل ويسافر برا، علشان يعني يكون نفسه ويعمل لنفسه اسم كبير. قلتله ازاي بس؟ طب واحنا؟ وبعدين ما احنا هنا بنشتغل كويس وعايشين كويس ومش ناقصنا حاجة، وانا كمان بشتغل شغل كويس. بس هو كان مصمم ان هو يسافر. وقلتله كمان طب ما انت بتشتغل وانا بشتغل، لازمته ايه السفر بقى؟ بس هو طول عمره جوزي ده عمره ما خد رأيي في حاجة، طول عمره بيعمل اللي في دماغه واللي على هواه، وعمره ما كان بياخد رأيي في حاجة. الحاجة الوحيدة اللي خد رأيي فيها هو موضوع السفر ده. ما انا زي ما قلتلكم ان الحياة بينا روتينية خالص، وما كانش بينا اي كلام، بس كان بينا كل احترام. كنت انا بحترمه وهو كمان بيحترمني. قلتله خلاص، مادام انت مصمم انك تسافر يبقى هاجي معاك انا وابني. بس هو رفض وقال لي لا. وانا خلاص لما لقيته رافض موضوع سفرنا قلتله خلاص، انا كده كده مش عاوزة اسافر، انا عايزة اقعد هنا في بلدي وأعيش أنا وابني وأربي ابني وأتعب عليه وأكبره، وانت خليك بقى سافر وشوف حياتك. وبعد فترة هو سافر، مبقاش بنشوفه غير كل فين وفين، لأنه مش بينزل غير كل سنة أو كل سنتين. ويعني كل لما بيكون نازل بلاقيه جايب هدايا كتير ومصاريف كتير. وغير كده كمان حجز الطيارة لما بيكون نازل أو رايح بيكون كتير كمان. ولقيته بيقولي لا، كده مش هينفع. قلتله ايه اللي حصل؟ قالي انا مش هنزل غير بعد كده غير كل 3 سنين او 4 سنين. قلتله ليه؟ قالي المصاريف غالية وعكس التذكرة غالي، وغير كمان الهدايا اللي بجيبها وانا نازل. لا، كده مش هينفع وكده الحال مش هيمشي. فانا قلتله خلاص ماشي، نسافر معاك انا وابني. لقيته قالي برضو لا، ما احنا كده اللي احنا عملناه، ما احنا كده برضو هنصرف مصاريف كتير،
ومش هقدر ان انا اوفر حاجة، ومش هنقدر ان احنا نحوش حاجة. انا هسافر وانت هتقعدي هنا، وانا هبقى انزل بعد 2 أو 3. وفعلا سافر، وانا فضلت عايشة بربي ابني. وبعد فترة ابني كبر وبقى شاب وبقى راجل، وابوه برضه برغم كل سنين سفره وان هو سايبني، الا برضه ان انا كنت لسه بحترمه. وبعد فترة بقيت احس ان انا دايما همدانة ودايما تعبانة، وكنت دايما عندي صداع ودايما مرهقة. بس قلت في بالي ممكن يكون بسبب ارهاق الشغل، ويعني ما اهتمتش وما حطيتش في بالي لغاية لما الموضوع ما زاد عن حد، ولقيت الصداع بيزيد والتعب بيزيد ودايما همدانة ومش قادرة. حكيت لواحدة صاحبتي، هي دكتورة، وحكيت لها على اللي عندي، وهي نصحتني ان انا اعمل تحاليل شاملة واخدها واروح للدكتور. وفعلا سمعت كلامها ورحت للدكتور وحكيت له على اللي عندي، على الارهاق اللي دايما عندي، وعلى الصداع، وعلى اني ما باكلش كويس. ولقيته بيسألني هو انت بتاخدي اي نوع من المخدر؟ قلتله لا، انا ما باخدش اي انواع خالص. والكلام اللي انت بتقوله ده انا ماليش فيه خالص. انا ست محترمة ومحافظة على نفسي وعلى جوزي وعلى بيتي، واخر حاجة ممكن اعملها هو الحاجات اللي انت بتقول عليها دي. واول حاجة سألنا عليها قال لي هو انت متجوزة؟ قلتله اه، متجوزة وجوزي مسافر وما بيجيش الا كل 2 أو 3 مرة. بصراحة استغربت اوي من كلام الدكتور، ولقيت الدكتور بيقولي انا مش هقدر اقولك بصراحة انت عندك ايه الا بعد ما تعملي التحاليل دي. وفعلا رحت وعملت التحاليل، وبعدين خدتها ورحت له تاني علشان اعرف انا عندي ايه. ولما الدكتور شاف التحاليل وبص فيها كده وقال لي لا، انت اكيد بتتعاطي نوع مخدر والنسبة كمان في جسمك عالية. قلت له ازاي يا دكتور؟ انا ست محترمة وعمري ما عملت حاجة زي دي. بعدين انا كان اخري يعني ممكن اخد حباية للصداع علشان يعني بس تسكن معايا الوجع والصداع وخلاص. ولقيته بيقولي لا طبعا، ما التحاليل باينة اهي. قلت له لا والله ما حصلش، انا مش بتاعت الكلام ده ولا عمري اخدت حاجة زي دي. وقال لي في حاجة كمان بس انا مش عارف اقولها لك ازاي ولا قادر ان انا اقولها لك. انت حامل؟ قلت له حامل؟ حامل ازاي؟ ده انا عمري ما خرجت ولا عمري صاحبت حد ولا عمر حد لمسني غير جوزي. جوزي دلوقتي مسافر وما بيجيش غير كل 2 أو 3 يعني، وانا اخر مرة محدش لمسني فيها. طب ازاي؟ وبقيت مستغربة من كلام الدكتور قوي، وبقيت مش عارفة اعمل ايه. بس هو قال لي والله مش عارف اقولك ايه، بس ده اللي باين في التحليل عندي، وانا هكتبلك على علاج هتاخديه وهتتحسني عليه شوية، وبعد اسبوع هتجيلي تاني علشان اشوفك. وفعلا خدت منه العلاج وروحت. ولما روحت لقيت ابني بيقولي الدكتور قالك ايه يا ماما؟ طمنك يعني؟ قلتله ايوه يا ابني، ده شكله دكتور مش عارف حاجة وكتبلي على علاج، وان شاء الله هروح له تاني بعد اسبوع. قال لي يعني طمنك يعني ما قالكيش اي حاجة تاني؟ بصراحة ساعتها استغربت من كلامه ومن اسئلته، بس بعدين قلت وفيها ايه؟ ابني وخايف عليا وعايز يطمن عليا. ولقيته بيقولي يعني الدكتور ما قالكيش حاجة تاني؟ قلتله لا، قال ان انا بتعاطى نوع مخدر بس انا مش باخد حاجة. قال لي طب الحمد لله ان انت كويسة. ولقيته بيقولي خلاص قومي ارتاحي انتي وانا هعملك كوباية عصير علشان ترتاحي وتروق دمك. قلتله خلاص ماشي، بس خد معلش العلاج ده هاتهولي من تحت علشان اخده بقى. وفعلا ابني نزل وجاب العلاج واخدته، وفضلت ماشية عليه اسبوع وحسيت بعدها براحة. قلت ممكن يعني يكون مثلا تعب من ارهاق الشغل او دور برد
المهم ان انا بقيت كويسة وما روحتش الإعادة بتاع الدكتور ده تاني. وبعد ما قعدت كويسة حوالي أسبوع أو أكتر شوية، يعني حوالي 10 أيام، رجع موضوع الدوخة والصداع تاني، وبقيت على طول تعبانة وحاسة بدوخة، ولا باكل ولا بشرب، وعلى طول تعبانة وهمدانة. ولقيت ابني كل شوية بيقولي أعملك قهوة يا ماما. بقيت أقوله لأ، أنا على طول تعبانة ومصدعة، والقهوة اللي انت بتعملها دي ما بتفوقنيش، بالعكس بتخليني انام، ومش عارفة ايه السبب. وقررت ان انا اروح لدكتور تاني، بس دكتور غير اللي انا رحت له الاول. وفعلا لما رحت له لقيته بيأكد عليا المعلومة ان انا حامل، وطلب مني تحاليل تانية، لاني فعلا كنت خلاص تعبانة ومش عارفة اعمل ايه في المشكلة اللي انا فيها. ورحت وعملت التحاليل دي، ونفس الكلام اللي قالهولي الدكتور الاولاني قالهولي تاني الدكتور ده. بقيت منهارة ومش عارفة اعمل ايه. فالدكتور قالي جوزك اخر مرة كان معاكي فيها امتى؟ قلتله هو مسافر من سنتين. قالي ازاي؟ ده التحاليل والاشعة اللي قدامي بتبين ان انت لسه حامل في الاول، وكمان المخدر اللي انت بتاخديه مسيطر على جسمك كله، وكمان انت بتاخديه من زمان، يعني مش من فترة قريبة ولا حاجة. قلتله ازاي يا دكتور؟ ازاي؟ انا ست محترمة ومحافظة على غياب جوزي، وغيابه يعني من يوم ما سافر وانا محترماه وصيناه، ومن بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي، وعمر ما حد لمسني. يبقى ازاي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال انا مش عارف اقولك ايه، بس بصراحة انت اللي لازم تحلي مشكلتك دي، وانت اللي تتأكدي مين اللي عمل فيكي كده. وخدت منه الروشتة ومشيت، وبقيت مروحة من عنده وانا منهارة وعمالة افكر واقول ازاي كل ده يحصل لي وانا مش عارفة ومش حاسة. والشك ساعتها دخل في قلبي وفي دماغي، معقول معقول اللي يعمل فيا كده اغلى ما املك وأعز الناس على قلبي هو اللي ممكن يكون عمل فيا كده؟ ولما روحت لقيت ابني بيقولي ايه يا ماما، اعملك كوباية قهوة تشربيها؟ قلتله خلاص ماشي. ولما عملها لي شربتها، بس ساعتها ما حسيتش بنفسي خالص. بس تاني يوم لقيتني برضو تعبانة ومرهقة، والشك دخل في دماغي اكتر. وتصرفات ابني من ساعة ما رحت للدكتور وهي مش مريحاني خالص. كل شوية يدخل المطبخ والاقيه بيبص عليا، وبصراحة انا شكيت فيه وسألته وقلتله مالك يا ابني كده؟ احوالك كلها متغيرة ليه؟ وبلاقيك كل شوية تدخل المطبخ وتبص عليا، هو في حاجة؟ قالي لا يا ماما مفيش، انا بس بحس ان انا مصدع وعايزة اذاكر كويس، فبدخل المطبخ واعمل كوباية قهوة او كوباية شاي. وبصراحة الشك دخل في دماغي اكتر، وبقيت اقول يا رب، يا رب لا، يا رب يطلع كل اللي في دماغي غلط. هنا قررت ان انا اتاكد، ولقيته في يوم بيقولي اعمل لك كوبايه قهوه يا ماما علشان تعدل مزاجك. قلتله خلاص ماشي، لان بصراحه كوبايه القهوه اللي ابني بيعملها لي لما بشربها معدتش بضرب حاجه ولا بحس بحاجه، وتاني يوم بكون مرهقه وتعبانه. وبعد ما ابني عمل لي كوبايه القهوه قلتله ان انا تعبانه ومش قادره اقعد، وان انا هدخل واخد كوبايه القهوه وهشربها في اوضه النوم وبعدين انام. واوهمت ابني ان انا شربت القهوه واخدت الكوبايه وحطيتها في المطبخ، وقال لي خلاص ماشي يا ماما، ادخلي نامي وارتاحي. وبعد ما دخلت وعملت نفسي نايمه، وانا من جوايا كنت بدعي وبقول يا رب ما يطلعش ابني هو اللي بيعمل كده وتطلع كل شكوكي فيه غلط. وبعد ما عملت نفسي نايمه اتفاجئ بابني داخل عليا، ابني اللي ولدته من بطني داخل عليا وبيعمل حاجات غريبة، وكان من غير اي حاجة خالص. ولقيته جاي عليا وبيعمل حاجات غريبة، رحت قايمة وقعدت اصوت وقعدت اضرب فيه، وهو جرى ولبس هدومه وهرب برا البيت. وبعدين الناس كلها اتلمت
وانا معرفتش اعمل حاجة، وقلت انا هفضح نفسي وافضح ابني، وقلت لازم اهدى. ولما قعدت مع نفسي وهديت قلت معقول ابني يعمل فيا كده واسيبه من غير ما يتعاقب؟ لا، لازم يتعاقب على كل اللي هو عمله. انا لازم ابلغ عنه. وفعلا رحت وبلغت عنه، ورحت وبلغت عن ابني، وحكيت للضابط على كل حاجة. وفعلا الضابط جابه وقبض عليه، وجابه قدامي، واعترف بكل حاجة، واعترف بكل اللي هو عمله معايا. وبقيت زعلان اوي. هو ليه عمل فيا كده؟ ده انا مدخلتش عليه قرش حرام، لا انا ولا ابوه. ليه يعمل فينا كده؟ واعترف كمان للضابط ان هو من ساعة لما دخل الثانوية العامة وهو اتلم على شلة صحابه مش كويسين، وخلوه يتفرج على افلام مش حلوة. وساعتها ملقاش قدامه غير امه. وهو كل اعترافاته ان صحابه هم السبب في اللي هو فيه. بس كل الناس مغلطاني وبيقولولي ان انا كده فضحت نفسي وفضحت ابني، وانا مش عارفة اعمل ايه. هو انا كده غلطت ولا انا كده اتصرفت صح؟ ولا المفروض كنت اعمل ايه لما الاقي ابني اللي ولدته من بطني يعمل فيا كده؟ دي كانت حكاية النهاردة، واستنى رأيكم في التعليقات، واشوفكم في حكاية جديدة بكرة. مع السلامة.